طيب، انا عبد الرحمن رجب، ستيم اسكندريه جي 12. دي اخر سنه ليا ان شاء الله في ستيم. والسلسله دي اسمها ستيمر without ستيم، جاي اتكلم فيها عن ازاي تبقى ستيمر من غير ما تخش ستيم. الفكره ان في راغبين كتير جدا كانوا عايزين يخشوا ستيم، سواء زمان او دلوقتي. ناس كانت عايزه تخش وما قدرتش انها تخش، سواء بسبب انها فشلت في اختبارات القبول او بسبب انها ما اجتازتش الاختبار او ما اجتازتش الدرجات المسموح بيها في ثالثه اعدادي، وانها حاولت تخش وما عرفتش. فبدانا ان احنا نشوف كلام على السوشيال ميديا عموما، ان احنا كنا عاوزين نخش وانها كانت حلمي وانها ضاعت وانها مش ضاعت. الفكره ان ستيم بتختلف عن ثانوي عام في حاجات كتير، تمام؟ وزي ما كاتبين هنا STEM isn't just a school, it's a lifestyle. فكرة ان انت تبقى ستيمر مش شرط ان انت تكون دخلت المدرسة عشان تبقى ستيمر. هو في كوميونتي جوه بيساعدك وكل حاجة، لكن مش هو ده الحاجة الأساسية اللي هتخليك تقدر ان انت تبقى ستيمر. ممكن تبقى ستيمر من غير ما تخش ستيم اصلا، تبقى انت واخد نفس المايند سيت بتاعت الستيمر، نفس العقلية. وده عن طريق كذا حاجة، وان شاء الله السلسلة دي هتبدأ انها تفصص الدنيا دي واحدة واحدة، وتقول هما بيعملوا ايه وايه دنيتهم جوه وبيفكروا ازاي، او لو في حاجة مثلا بيعملوها احنا مش بنعملها نعملها ازاي، وهكذا. السلسلة دي انا بتكلم فيها اكتر، هتلاقوني بتكلم فيها اكتر عن مدارس اللغات اكتر من العربي. وده مش على حاجة، انا اصلا كنت عربي قبل ما اخش ستيم. بس الفكرة ان انا المصادر اللي انا هتكلم عنها واللي انا هعرفها وهعملها اغلبها لغات. فعشان كده مش هعرف ان انا اتكلم عن العربي، ولكن ممكن تدوروا على مصادر عربي قريبة جدا من الحاجات اللي انا هقولها. بس كده، ده انا وده هدف السلسلة، ان انا اخليكم تفكروا ازاي تبقوا ستيمرز، وتحاولوا ان انتوا تبقوا ستيم من غير حتى لو ما اتقبلتوش في ستيم. ومش هدف السلسلة مش قوي ان هو يقول عيوبها او مميزاتها، هو كل الهدف ان هو يجهز الناس انها تفكر بنفس العقلية تقريبا. بس كده، انا عبد الرحمن رجب، ودي السلسلة بتاعتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.